ما نقدرش نزيد نسهل لك الحلويات كتر على هكذا. هذه اسهل حلوه ديروها في الدقيقه 90 في العيد ان شاء الله، ولا البنات الصغار اللي يحبوا يمدوا يدهم في العيد ويخدموا، هذا هو احسن نوع. نجيبوا بات صابلي اللي عندكم واللي موافين تخدموا بها. هنمد لكم تاعي 125 غرام تاع الزبده، 2 ملاعق ونص تاع سكر رطب، 2 ملاعق تاع النشا، 3 ملاعق تاع الزيت، كميه تاع المكسرات، حبه تاع البيض. نخلطوا مليح المكونات بالباتور، بعدها نلموا بالفارينه. هنا الملاحظه الاولى اللي هي كي تلموا بالفارينه العجينه تاعكم تكون فريمون متماسكه. علاش؟ باش ما تنفخناش في الفور. وتقدروا تستعملوا اي باط موافين بها تاع الصابلي. بعد ما نلموا العجينه تاعنا متماسكه، نجيبوا هذا المول اللي متوفر بنت لي في كامل المنازل الجزائريه تاع نصف الدائره، ونبداو نطلعوها على الجوانب، نديروها شويه رقيقه هكذا، ونحيو الزوائد كامل. تكبوها وحطوها سطيب. انا ما تكبتهاش لانه ضامنه بلي العجينه تاعي فريمون متماسكه، ما تحركتش كامل حتى جبتها من الفرن. نتوما من داكو طلعوا عليها باش تاكدوا بلي ما تنفخش. الا كان لقيتوها بلي تنفخت عادي بصبعكم برك عاودوا ردوها، وهذا ما كان. بعد ما طابت هنا الحشو اختياري، انا نحب خليط الاذواق، نحب تكون شحال من حاجه في الحشو باش كي ندوق هذيك الحاجه نسبن كامل هذوك الاذواق اللي نحبهم. هنا درت كريمه اللوتس هي الاولى، ودرت حفره في الوسط باش نعمرها بشوكولاته طارتيني. والجهه الثانيه كنت عمرتها بهذه تاع باشا، كريمه البندق فيها حبيبات البندق بزاف بنينه، هذه نحبها. كيف درت حفره في الوسط باش نعمرها بشوكولاته طارتيني وحبه تاع نوازيت. كما قلت لكم انا نحب خليط الاذواق، نتوما كيما تحبوا ابديعوا كيما تحبوا. بعدها نكونوا ذوبنا شوكولا بلون على حمام مائي. انا استعملت دادا، زدت لها شويه برك تاع كريمه اللوتس باش نتحصل على اللون هذا، وكميه تاع لوز محمص ومرحي خشين، وبدات تحصلنا على اسهل قاطو ممكن تجربوه في حياتكم.